الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل المجد والثناء أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعد، حديثنا اليوم على مفسدات الصيام. وكما تعلمون أن رمضان سفينة كبيرة جاءت كي تنقذنا من ذنوب أغرقتنا وأمواج مظلمة تكاد تبتلعنا، فلنحسن استغلالها. مفسدات الصيام تعلمونها، ولكن حديثنا ليس على مفسدات الصيام، وهي الجماع والاستمناء والأكل والشرب وما كان بمعنى الأكل والشرب، وإخراج الدم بالحجامة والقيء عمدا، وخروج دم الحيض أو النفاس من المرأة، هذا معلوم. وقد جمع الله تعالى أصول المفطرات، قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. جمعها جمعا مجملا. حديثنا اليوم للفائدة نذكر بعض الأشياء التي لا تفطر، لا يفطر بها الصائم حتى وإن وضعها في جوفه من أي طريق كان. الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، بشرط اجتناب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. ما يدخل المهبل من تحاميل لبوس أو غسول أو منظار مهبلي أو إصبع للفحص الطبي، إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم. ما يدخل مجرى البول للذكر أو الأنثى من قسطرة، أنبوب دقيق أو منظار، بشرط ألا يدهن المنظار، فإذا دهن المنظار ودخل داخل الجوف فإن المادة التي يدهن بها المنظار هي التي تفطر الصائم وعليه القضاء. أو مادة ضليلة على الأشعة أو دواء أو محلول لغسل المثانة. حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان بالسواك أو فرشاة الأسنان إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الربو الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. غاز الأكسجين وغازات التخدير البنج ما لم يعطى المريض سوائل محاليل مغذية، فبهذا يفطر. ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية. إدخال قسطرة أنبوب دقيق في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء. إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها. أخذ عينات من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل. منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل محاليل أو مواد أخرى. دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي، هذه لا تفطر الصائم بشروطها المذكورة. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.